اهلا بيكم متابعين القناه. ان شاء الله لو عجبتكم قصه النهارده يا ريت تضغطوا لايك وسبسكرايب. ان شاء الله كل اسبوع بيبقى عندها قصه طويله، وطول الاسبوع بيبقى فيه قصص قصيره. قصه النهارده بعنوان جبل الجن، حكايه الراجل اللي كلم ابليس. القصه بتبدا بجبل في اسوان، الناس كلها بتحكي عنه ان هو جبل مهجور مفيهوش زرع ولا ميه، واسمه جبل الجن. الروايه بتبدا على حسب حكايه شيخ عجوز هو اللي حكى لنا القصه. قال إن كان في راجل اسمه عبد الستار، كان صياد فقير عايش على أطراف الجبل. اللي حصل لعبد الستار إن في يوم هو نايم حلم إن هو واقف على الجبل اللي الكل بيحذر منه والكل بيخاف إنه يقرب منه، بس الجبل كان على القمة بتاعته مليانة دهب كتير. سمع صوت غليظ جدا بيقوله تعالى ده ملكك. عبد الستار أول ما فاق قرر يطلع الجبل رغم تحذيرات مراته وجيرانه. قال أنا بصراحة عايز أشوف إيه الحكاية، مش معقول افضل عايش فقير طول عمري، والكنز الكبير اللي انا شفته هيخليني اغنى ناس في العالم. وفعلا طلع الجبل ولكن مرجعش. الناس طلعوا تدور عليه من غير ما يطلعوا الجبل لغاية الاخر، لقوا جزمته واقعة وبعض من هدوم متقطعة. اللي حصل انه بعد 4 ايام عبد الستار رجع، بس مش هو. عينيه كانت سودة بالكامل مفيهاش اي بياض، كان بيتكلم بصوت غليظ جدا جدا وكان كلامه قليل. كان بيكتب كلام غريب جدا على الحيطان، كان بيكتب حروف عربي بخط كبير ومتشقلبة ما بتكونش أي كلام مفيد. زي ما قلنا إن عبد الستار كان صياد. اللي حصل إن الغواصين كلهم خدوا بالهم إن هو كان بينزل تحت المية لمدة طويلة جدا من غير ما ياخد نفس، ودي حاجة مفيش بني آدم يقدر يعملها. مراته أقسمت إن هي كل يوم بتاخد بالها إن جوزها بيصحى الساعة 3، وده كان نفس الميعاد اللي حلم بيه في الحلم الأولاني، وبيقعد يضحك بهستيريا عالية جدا جدا وبصوت عالي مفيش بني آدم يقدر يطلعه. مراته حكت لشيوخ كتير جدا، حتى كمان عياله بقى عمالين يسألوا ناس كبيرة، لغاية ما في شيخ قال لهم ممكن يكون وافق على العهد. ما فهموش طبعا هو يقصد ايه او ما قدروش يفسروا كلامه أوي. قال لهم ممكن يكون دلوقتي هو ما عادش واحد مننا، هو مش واحد مننا ولا واحد منهم، هو يعتبر دلوقتي اكنه بين عالمين، وافق على العهد لكن في نفس الوقت هو بني ادم. في عز الصيف في برق ومطر نزل بشكل غريب جدا بقوة غير طبيعية ما بتحصلش في أقصى يوم في الشتاء. خرج عبد الستار يجري ويقول أنا بقيت منهم، أنا عبد الدهيم. الناس شافوه طالع يضحك ويجري بهستيريا غير طبيعية، قعد يجري بسرعة جدا على الجبل. الناس دورت يعني ايه عبد الدهيم، ولكن عرفوا ان هو كده بقى عبد الإبليس. لما طلع الجبل تاني الناس كلها اقتنعت ان هو مش هينزل من الجبل عمره. لكن اللي حصل ان في حاجة كبيرة اسمها الحاجة صفية حلفت ان وهي بتصلي الفجر بتسمع صوت دايما بيقول خليكي ساكتة انا جاي. مش كده بس، ناس كتير وهي رايحة تصلي الفجر كان بتاخد بالها ان في راجل طويل القامة رفيع جدا هدومه مقطعة بيجري بسرعة شديدة جدا حوالين الجبل، جسمه نحيف جدا ووشه متغطي بالشال الاسود. اي حد كان بيبص على الراجل الرفيع اللي بيجري بسرعة ده كان بتحصل له حاجة غريبة. واحد قعد يهلوس بكلام مش مفهوم، والتاني قعد يحاول انه يكسر ضوافره، وفي طفل صغير رجع لبيته قال له الراجل ابو قرون الرفيع جدا قال انه هيبعت لي وهيبعت يوريني ويخليني اشوف اخويا من تحت التراب. نفس الشيخ الكبير قال انه كان في حد اسمه رشوان، ده واحد كان طلع جبل زمان اسمه، وكان معاه واحد تاني اسمه مرزوق. اللي حصل ان رشوان نزل من على الجبل وما حصلوش اي حاجه، لكن مرزوق هو اللي فضل على الجبل. رشوان حكى وبيقول ان مرزوق نفذ العهد مع الجن، وان هما مش هيسيبوني، وان انا نهايتي هتبقى في خلال دقايق عشان انا كشفت لكم العهد. وفعلا لقوه محروق في بيته بعديها بساعات. مش بس كده، ده هما كمان لقوا جثة مرزوق متقطعة حتت ومحذوفة أكن حد حادفها من على الجبل. القصة خلصت عند كده؟ لأ، أي حد بينام على الجبل ده بيصحى يلاقي كل هدومه متقطعة، وإن هو شبه مش قادر يفتكر حاجة وعمال يقول كلام غير مفهوم. الجبل دلوقتي بقى مسكون بعبد الدهيم، بس القصة بتقول إنه كمان في جن زهران
وده اللي بيصيب الناس بالهلوسة والمرض. وكمان جن اسمه سهام ابن الظلام، وده جن مش بيظهر غير في المرايات ويقعد يضحك بهستيريا وبصوت عالي جدا. الشيخ رشوان كمل وقال انه العهد قرب يتجدد تاني، وان هو لازم يتجدد، وان عبد الستار اللي بقى عبد الدهيم لازم هيشوف حد غيره، لان اعمار البني ادمين مش كبيره. الحصل انه بعد سنين في شاب اسمه ادهم كان بيتمشى في البيوت اللي حوالين الجبل، ولقى جبل مكتوب على الحيطان بتاعته: العهد لا ينسى، العهد لا يكسر. وانه نده على واحد صاحبه عشان يوريه العبارات دي، لكن صاحبه ما كانش شايف اي حاجه. اللي حصل انه ادهم افتكر الناس كلها بتشتغل، وان القصص اللي عمال يسمعها دي مش حقيقيه، لغايه ما قرر انه هيطلع على الجبل بكاميرا وهيطلع لايف من على صفحته. وفعلا اللايف فضل شغال لمده تلت ساعه. اول 5 دقايق كان بيتكلم عادي جدا وعمال يضحك ويهزر بسخريه ملاش اي علاقه بالموضوع ولا تليق بالقصص الرعب اللي اتحكى له عنها. لكن اللي حصل ان اللي كمل اللايف للاخر خد باله انه في اخر 3 دقايق بدأ صوت ادهم يتغير، بدأ صوته يبقى غليظ، وكمان الناس سمعت انه في حد واقف وعمال يتكلم معاه، رغم انه ادهم كان طلع الجبل لوحده. اللي حصل انه اللايف اتقفل، واصحاب ادهم اللي كانوا بيتفرجوا على اللايف قلقوا عليه جدا، جري كلهم على الجبل عشان يدوروا على ادهم. لكن اللي حصل ان هم ما لقيوش جثته ولا لقوه. تاني يوم جثة ادهم ظهرت، لكنه اتخنق واترمى من فوق جبل. اخر مشكلة حصلت كان مع شاب اسمه سيف، حاول يفضل صاحي طول الايام علشان كان بيحلم دايما الساعة 3 بحلم غريب جدا مرعب ليه علاقة بالجبل، لدرجة انه سيف في يوم من الايام لقى على رجليه تراب ورمل اكنه كان ماشي حافي، بس ده كان نفس لون الرمل اللي موجود على الجبل. على طول اتصل بالشيخ رشوان وقعد يحكي له كل اللي بيحصل، لكن الشيخ رد عليه وقال: حاول ما تضحكش، وحاول ما تنامش، وحاول ان انت ما تستجيبش لاي حاجة تخليك تضحك. اللي حصل ان سيف قرر ان هو هيفضل صاحي، وزيادة في الاحتياط فتح موبايله وصور فيديو. لكن اللي حصل ان الفيديو ظهر ان لما الساعة جت 3 سيف نام بشكل غير طبيعي. فجأة سيف حس ان هو محتاج ينام حالا، واول ما نام قعد يبتسم ويضحك بطريقة غير طبيعية، وقال: كده العهد، انا بقيت في العهد، العهد هيكتمل، انا في الطريق. اللي حصل انه تاني الناس شافت شخص رفيع عمال يجري حوالين الجبل، لابس نفس لبس شيف وعينه سودة وبيضحك لنفسه، بيمشي صابعه على الصخور كأنه بيحضن المكان وفرحان جدا ان هو بيتمشى حوالين الجبل. النهاية الجبل لسه واقف، والجبل لسه موجود، العهد لسه شغال، محدش ابدا بيطلع الجبل وينزل يكمل حياته طبيعية عادي. القصص كتير والحوادث كتير، هل الجبل ده موجود فعلا؟ طيب هل القصص دي حقيقية؟ اللي نشروا معانا القصص دي بيقولوا ان الجبل موجود في أسوان، وان القصص دي حقيقية فعلا، لكن العهدة على الرغم. شكرا.